بصوا بقى يا بنات، انا قررت كده بفضل الله وبامر الله مش هخليكم تجيبوا اي حاجه تاني من بره. كل حاجه بامر الله هتعملوها في قلب البيت، من غير بقى اي امكانيات صعبه. كل حاجه موجوده في قلب البيت بطريقه حلوه جدا سهله واقتصاديه. هنعملنا النهارده ان شاء الله مع بعض قشطه الافران، حلو قوي قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله، عملنا 35 قطعه من نص كيلو بس دقيق. ميزان بالملي، يعني معيار حلو جدا جدا. والنتيجة ما شاء الله تبارك الله زي ما احنا شايفين كده، حاجة كده تفتح النفس وفاخر من الاخر زي ما بيقولوا. يلا بينا بقى، بس طبعا قبل ما نخش الفيديو زي ما احنا متعودين اقول لكم الاول صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وسموا الله. ويلا نبدأ مع بعض ان شاء الله احلى فيديو النهاردة. يلا بينا. بصوا حبايبي، بسم الله. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من الدقيق. خلاص كده الدقيق متعدد الاستخدامات. هحط بقى عليه ايه كده، بسم الله اللهم بارك. بصوا، رشه كده بسيطه اهو، يعني ربع معلقه كده او حاجه، بصوا على حرف كده المعلقه من الملح. تمام كده، تمام كده. ومعايا هنا نص كوبايه سمنه على زبده او زيت، او سمنه على زيت، او زبده على زيت، او سمنه بس او زيت بس. بصوا بدرجه حراره الغرفه، ممكن تسيحيها وممكن تعمليها كده عادي من غير ما اسيحها ولا اي حاجه اهو. عاملاها بسمنه بلدي، وحطيت كده عليها معلقتين من الزيت. طيب لو عندي ميزان وعايزه اعملها بمعيار بالميزان، يبقى 100 جرام، من 100 جرام لحد 125 جرام لو انت عايزه تزودي. انا عامله دلوقتي 100 جرام بس من السمنه على الزيت. خلاص كده، هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. والم كده الدقيق، بسم الله اللهم بارك، بالسمنه اهو. هغلف كده الدقيق كله بالماده الدهنيه بتاعتنا او السمنه اللي احنا عاملينها دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وعندي كمان معلقه كده كبيره، بسم الله، من اللبن البودره اهو. طب لو مش عندي لبن بودره خلاص ما تضيفوش، بس هو الحقيقه بيدي طعم حلو قوي للقرص، وبيديها كمان لون حلو قوي. انا ساعات كتير ما بقاش عندي اللبن البودره فمش بضيف لها، عادي مفيش مشكله. لكن بما ان هو متواجد عندي فانا قلت يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش، اروح حاطه ايه المعلقه اللي انا حطيتها دي كده، واقول طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده، ونسمي الله عشان ربنا ان شاء الله يحسن ما بين ايدينا اهو. بصوا الدقيق كده اكنه عامل زي الرمل المبلول اهو. بصوا دعكته كويس كده بالسمنه والزيت اللي احنا عملناهم اهو. بصوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. طيب ومعايا هنا كمان ايه، معايا كده كوبايه كده او مج، او 250 ملي من اللبن. لبن بقى رايب، لبن عادي، او لو حابه تعملي بميه او خليط لبن على ميه تمام جدا. ومعايا كمان هنا 75 كده جرام من السكر. لو ما عنديش بقى معيار او ميزان، بسم الله هنعاير كده، ادي واحد، بسم الله اتنين، تلاتة، 4 معالق كده غرامية كبيرة من السكر. ما تقولوش ان السكر كتير يا جماعة، لا السكر هيديها كده ان شاء الله لون حلو وطعم حلو، ما تقلقوش، بس مش هيبقى كتير يعني زي ما انتوا ايه مفكرين. طبعا معايا هنا اللبن الرايب ده دافي اهو. هقلب بس كده عشان السكر معايا يدوب كويس. طب لو عندي لبن وعايزه اروبه، ممكن هنجيب عادي معيار اللبن اللي احنا عايرناه ونحط عليه نقطتين كده من الخل، هيروب معاكي، يبقى معاكي لبن رايب اهو. دوبت كده السكر كده كويس، بسم الله. ومعايا كده مكعب كده من الخميره البيره. لو عندك خميره فوريه حطي برده معلقه، بسم الله اهو. نقلبه بقى كده كويس. اللبن معانا ما يكونش سخن قوي علشان ما يبوظش معايا الخميره، ولا يكون بارد قوي، يعني ايه زي دمعه العين كده. ندوب بقى كده كويس لحد ما الخميره تدوب معايا، واسيبها بقى تطلع كده الفقاعات اللي على الوش دي، عشان كده تكون في بدايه الخمر بتاعنا اهو. نرجع بقى للدقيق بتاعنا التاني اهو. وهنا بقى جهزت كده اللبن، بصوا ابتدى يعمل فقاعات كده هي على الوش. يبقى كده ما شاء الله كده الخميره بتاعتنا ابتدت بقى تشتغل. هنسمي بقى كده الله اهو. بصوا هسيب كده برده شويه كده في الاخر لحد ما نقلب الدقيق بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنشوف بقى ان شاء الله الدقيق بتاعنا هيحتاج قد ايه من الميه بتاعتنا اهو. نلم كده كويس. هي العجينه ما بتبقاش سايله قوي، ما بتبقاش قاسيه قوي، اللي هي يعني تبقى ناشفه. هتشوفوا دلوقتي ان شاء الله القوام بتاعها اهو. ننزل كده بشويه شويه، بسم الله ما شاء الله.
لان طبعا في دقيق زي ما قلت لكم بيختلف عن دقيق تاني، حتى لو انت عارفه المعيار ومتاكده منه كويس جدا، لا برضو نعمل احتياطاتنا وحسابنا وننزل كده بالسوائل حبه حبه. اهو يا سلام بقى لو عندنا بقى كده ايه معلقتين كده قشطه كده بلدي كده، ولا وش لبن، يا سيدي بقى على الجمال بقى والطعامه، هيبقى حاجه يعني ما شاء الله تبارك الله مفيش احسن من كده. اهو بصوا لسه طبعا العجينه معايا بتتقطع كده، نزلت ايه بالمعيار كله بتاع اللبن او الميه او الخليط لو هتعملي ميه على لبن. اهو افضل بقى اشرب كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله الميه كده في الدقيق كويس جدا. اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي اهي ما شاء الله ابتدت تتلمي معايا اهي، بصوا ناعمه ما شاء الله وحلوه جدا. اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ممكن بقى تحط لها كده كيس فانيليا لو حابه، بس انا الحقيقه حابه ايه اشم كده ريحه يعني السمنه البلدي كده فيها. اهو فما حبيتش الحقيقه احط فانيليا. شايفين اهو بصوا قوامها، بصوا اهو عندي احساس كده اللي هي عايزه معلقه ميه واحده. بصوا يا بنات اهو بس كده، مش عايزه حاجه تاني كده. عسل 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 قوي. اهو عجينها كده كويس بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اهو بسم الله. شايفين حبيت اوريكم الخطوه دي، كنت ممكن احط المعلقه عادي بس انا لا قلت لا علشان تشوفوا كل حاجه، لان عشان ايه ممكن تعملي مثلا العجينه تلاقي تقولي لا العجينه ما خدتش مني الكوبايه بحالها، او مثلا خد مني مثلا زياده عن كوبايه. عادي خالص يا بنات، زي ما قلت لكم الدقيق هو اللي بيتحكم في معيار الميه. اهو بسم الله. بصوا ما شاء الله العجينه ايه بقت عسل. بصوا بقى في الاخر بقى كده خالص قبل بقى ما الم العجينه معلقه كده سمنه بلدي كده، يا سيدي يا بت يا بطه يا سيدي يا سيدي. اهو بصوا الم كده بيها كده العجينه كده، هتديني بقى ان شاء الله بامر الله نعوميه كده وطراوه كده للعجينه. يبقى احنا كده خدنا ايه 125 جرام من السمنه او الماده الدهنيه، حطينا الاول 100 جرام وديت حوالي 25 جرام من السمنه. الم كده بيها كده العجينه بقى عشان تديني كده ايه نعوميه كده في العجينه. بصوا حبايبي ما شاء الله اتلمت اهي، بصوا قوامها اهو، بصوا ما شاء الله طريه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اقطعها بقى التقطيع او المقاس اللي انا حباه، او يعني قد مثلا ايه الليمونه. لو انت بقى عندك ميزان كده زي حالاتي انا بحب اعمل الميزان بتاع من 25 ل 30 جرام. بصي بتبقى قد الليمونه كده بالظبط اهو. المها بقى كده واحطها بقى جنبي بقى في الصينيه او الصاجه اللي انا ايه او الصاج اللي انا هسوي ان شاء الله فيه من غير اي ماده دهنيه اهي. تمام كده اهو. بصوا كورها كده كويس كده حبايبي ما شاء الله. خلصت الكميه اهي. كل اللي هعمله بقى كده بعد ما كورتها هضغط بس كده ضغطه كده خفيفه بسم الله ما شاء الله. النص كيلو عمل معايا 35 قرص اهي بسم الله اهو. بصوا الكميه بتاعتنا اهي ما شاء الله تبارك الله اهو ما شاء الله 35 قرص. طبعا بقى عايزه يعني تكبري الحجم بتاعها، عايزه تقللي الحجم بتاعها. هو كده ده الحجم المظبوط اللي احنا بنجيبه من الافران يا جماعه اهو بسم الله. ضغطه كده بس ايه بسيطه اهي. شايفين؟ اغطيها بقى تخمر حوالي كده ايه ربع ساعه. بصوا حبايبي سبتها بقى كده حوالي ربع ساعه. طبعا كنت مغطياها مولعه بقى الفرن على درجه حراره 200. احطها بقى ان شاء الله تاخد كده لون فوق وتحت وتبقى ان شاء الله كده استوت معايا. لو ما خدتش لون منها على الوش غلي لها بس الشوايه لمده كده دقيقه وتخلي بالك منها عشان ما شاء الله هي ما بتاخدش وقت خالص. هحطها بقى ان شاء الله دلوقتي في الدرجه في الشبكه اللي في النص، الرف اللي في النص في الفرن تستوي بامر الله، وهرجع لكم تاني عشان نشوف شكلها النهائي. خليكم معايا وقبل ما تمشوا صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله. بص الجمال اللهم بارك يا رب بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟
ما شاء الله 35 قطعه من نص كيلو بس دي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يا حبايبي ما شاء الله جمالها حلوه جدا جدا. حطيتها بقى في الشبكه اللي في النص او الصاجه اللي في النص، ما شاء الله احمرت كده زي ما انتم شايفينه، اخد اللون الحلو ده. بصوا ما شاء الله من جوه، اللهم بارك. شايفين؟ بصوا طعمتها وحلاوتها حاجه كده تحفه ما شاء الله. بصوا الله، بصوا السكر واللبن البودره مدين لها لون حلو قوي وطعم حلو وريحه حلوه. السمنه البلدي بقى مش قادره اقول لك بقى عامله فيها ايه. وطبعا اللبن الرايب حاجه كده ما شاء الله تبارك الله، فاخر من اخر زي ما بيقولوا. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اول حاجه تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.